الأول كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة العام الهجري الجديد، وكنت عايز أعرف من حضرتك هتصوم السنة دي عاشوراء ولا لأ؟ وحضرتك طيب وبخير، والأمة كلها الأمة الإنسانية كلها بخير وسعادة. بس أنا مش هصوم عاشوراء عشان أصلا ما فيش عاشوراء، دي أكذوبة عاشوراء. طلعنا وتربينا من واحنا صغيرين على ان يوم عاشوراء هو صيام، وجابوا ادله من السنه، وبعد بحث اكتشفت ان ما فيش حاجه اسمها عاشوراء وهي اكذوبه، والحديث ده حديث موضوع ولا اصل له. والادله ببساطه وبايجاز سريع جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما راح المدينه لقى اليهود بيصوموا، فسالهم بتصوموا ليه؟ قالوا النهارده عيد، هو العيد اللي ربنا نجى فيه موسى من كيد فرعون. أول دليل على بطلان صيام عاشوراء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل إن اليوم ده يوم عيد عند اليهود، وأن هذا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من كيد فرعون. يبقى إزاي هو ما يعرفش؟ اتنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم صام مع اليهود هذا اليوم الذي هو يوم عاشوراء، معناه إن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح تابعا لليهود وليس متبوعا له. الدليل الثالث على إن ما فيش حاجة اسمها صيام عاشوراء وهي أكذوبة، إن في آخر الرواية كتب الحديث بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن عشت إلى قابل، يعني إلى السنة الجاية، لأصومن تسعاء وعاشوراء. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما صامش تسعاء. طب الروايه دي مكذوبه، عارفين ليه؟ لان اول الحديث بيقول انه اول ما راح المدينه لقاهم بيصوموا، والاخر الروايه بتقول لي السنه الجايه هصوم تسعاء وعاشوراء. طب النبي صلى الله عليه وسلم قعد كام سنه في المدينه؟ قعد 11 سنه ومات في اول السنه ال11. الحديث ده بيقول ان النبي قعد سنه واحده، بدليل انه اول ما راح صام عاشوراء قال هصوم السنه الجايه تسعاء معاه، فمات قبل ما يصوم تسعاء، يبقى معناها قعد عام واحد في المدينه. واخيرا اليهود مشوا من المدينه كلهم في اول 5 سنين من اقامه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، يبقى ازاي لقاهم وسالهم عن الصيام وتابعهم على فعلهم؟ شفتوا؟ لازم نفكر ونشغل عقلنا في كل رواية نسمعها ونعرفها، لأن أنت بالعقل لا بالجسم. إنسان عاشوراء أكذوبة كبيرة لا دليل عليها، والحديث حديث موضوع. يعني السنة دي ما نصومش عاشوراء؟ ما نصومش عاشوراء ولا تسعاء. يعني دي فتوى من حضرتك ان احنا ما نصومش عاشوراء؟ فتوى مني، ما فيش حاجة اسمها عاشوراء أصلا، دي أسطورة وأكذوبة. أنا عايز حد يجيب لي دليل على إن في حاجة اسمها عاشوراء. تمام جدا، ألف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.